تلعبي لعبة مقابل 1,000,000 جنيه. العب لعبة واكسب 1,000,000 جنيه؟ موافقة طبعا. خدي بالك اللي بيخسر في اللعبة دي بيموت. انا كنت عارفة ان انا حظي نحس. لا شكرا مش عايزة. اسراء، يا لهوي نسيت الدواء بتاع ماما. يلا يا حبيبتي عشان ناخد الدواء. ربنا يخليكي يا بنتي. عاملة ايه يا ماما دلوقتي؟ بقيتي احسن؟ صحتي كل يوم بتبقى اوحش من اليوم اللي قبله. ما تخافيش ان شاء الله هنعمل عملية قريب قوي وهتخفي. هنعملها ازاي بس يا حبيبتي؟ العملية غالية قوي. ما تقلقيش نفسك انا هتصرف. اسراء، في ايه يا كارما خضتيني؟ هو انتي سرحانة كده ليه؟ بتفكري في ايه؟ بقولك ايه، تعرفي حاجة عن اللعبة دي؟ ايه؟ هم عرضوا عليكي تنضمي للعبة؟ هما مين؟ وايه اللعبة دي اصلا؟ مفيش يا بنتي، هي عادي لعبة بين فريقين، فريق الفريسة وفريق الصيادين. الفريق اللي أعضائه بيفضلوا عايشين لغاية آخر اللعبة هو اللي بيكسب. والباقي كلهم بيموتوا؟ أيوة طبعا. اللعبة دي خطر جدا يا إسراء، اوعي تشاركي فيها. انتي أصلا هتخسري من أول دقيقة. انتي مش شايفة نفسك عاملة ازاي؟ تقصدي ايه يعني عاملة ازاي؟ أنا قصدي إن بجد خايفة عليكي. وبعدين انتي نسيتي مامتك؟ هتسيبي مامتك المريضة لوحدها؟ إسراء اوعديني إنك مش هتشاركي. خلاص يا كارما مش هشارك. في ايه مالك؟ على العموم شكرا قوي ان انت خايفه عليا. انت اعز صاحبه عندي. ماما انا رجعت. ماما انت كويسه؟ قلقتيني عليكي. يا حبيبتي، أنا بس تعبانة شوية. انا بجد مش عارفه اعمل ايه. آخر فرصة، هتشاركي في اللعبة؟ ما عنديش حل تاني. ماما لازم تعمل العمليه. آخر فرصة، هتشاركي في اللعبة؟ ما عنديش حل تاني. ماما لازم تعمل العمليه. كارما انا اسفه بس انا ما وفيتش بالوعد اللي انا وعدتهولك. بتهزري، ما تقوليش انك اشتركتي في اللعبه. اسراء انا بجد هزعل منك. استني بس يا كارما، انا عارفه ان انت بتحبيني وخايفه عليا بس انا ماما محتاجه فلوس بجد. ماشي يا اسراء براحتك، بس افتكري بقى ان انا حذرتك. لو عشت هفتكر. حاضر. انتي قلتي ايه؟ بهزر يا بنتي. المهم انا مش هلاقي صاحبه احسن منك اطلب منها كده. ممكن تاخدي بالك من ماما وانا مش موجوده؟ انتي بتهزري؟ اكيد طبعا مامتك في عينيا، ما تقلقيش عليها خالص. انا هاخد بالي منها لحد ما انتي ترجعي. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي. بس كارما لو ما رجعتش. اسراء اوعي تقولي على نفسك كده، انتي هترجعي طبعا. خلي بالك من نفسك. اللعبة هتبدأ خلال 5 دقايق بين فريق الفريسة وفريق الصيادين. هيفضلوا يلعبوا لحد ما فريق منهم يموت كله. هو مش فريق الصيادين كده كده هيكسب؟ ايوه صح. لا مش لازم، فريق الصيادين طبعا اقوى بكتير من فريق الفريسه، بس فريق الفريسه لو كان ذكي كفايه يقدر بسهوله يكسب فريق الصيادين. لا هو انا الذكاء مش حتتي قوي فانا اختار ان انا اكون في فريق الصيادين. هو مش بمزاجك اصلا. لا حضرتك انا ما كنتش قاصد خالص. انا كان قصدي يعني لو ينفع. لا مش هينفع. انا كان قصدي يعني لو ممكن. لا مش ممكن، انا اللي هكون في فريق الصيادين. ما طبعا حضرتك هتكون في فريق الصيادين. هو في فريسه طالعه مترين؟ انت بتقولي حاجه؟ لا بقول لك انا سكتلك من الاول خلاص. هدوء، سيبوا الخناق الحلو ده للعبه. انتوا هتموتوا بعض كده كده، ما تقلقوش. كل واحد دلوقتي هيظهر عليه لون هيحدد هو في فريق ايه. لو ظهر لك اللون الاحمر مبروك، انت في فريق الصيادين. اما بقى لو ظهر لك اللون الازرق يبقى ربنا معاك، انت في فريق الفريسه. 3 2 1. كل واحد دلوقتي هيظهر عليه لون هيحدد هو في فريق ايه. لو ظهر لك اللون الاحمر مبروك، انت في فريق الصيادين. اما بقى لو ظهر لك اللون الازرق يبقى ربنا معاك، انت في فريق الفريسه. 3 2 1. فريسه ازاي؟ لا مش هينفع، انا كده هموت. وماما مش هتعرف تعيش من غيري. انا لازم اتصرف. يا رب الاقي حاجه في شنطتي دي. اكيد الكركبه دي كلها مش على الفاضي. روج احمر ده انا عمري ما استخدمته بس ينفع. ايه القرف ده؟ اكيد الناس كلها تاخد بالها. انت يا صياده تعالي هنا. تم اقصاء 2 صياد و4 فريسه. العدد المتبقي 8 صياد و6 فريسه. انتوا لحقتوا؟ هو ايه اللي بيتحرك هناك ده؟ اثبت مكانك. قفشتك. ما تموتينيش ارجوكي. كارما اسراء انت بتعملي ايه هنا؟ ايه؟ بلعب عشان اكسب زي ما انتي بتعملي. لا انا مش مصدقه. مش انت اللي قلتي لي ان اللعبه دي خطر؟ واوعي تلعبي يا اسراء انا خايفه عليكي. مش يا خالد انت كنتي هتسيبيني وتمشي لما عرفتي ان انا هشارك. انا اصلا كنت مشتركه في اللعبه واتضايقت جدا لما عرفت ان هم عرضوا عليكي تشتركي انت كمان. انا مش فاهمه فيكي ايه، انت مميز عشان تشتركي في لعبه مهمه زي دي. مش مصدقه ان انا اتخدعت فيكي طول الفتره دي. وماما انت سبتي ماما لوحدها؟ طبعا سبتها، وانا مالي بيها اصلا؟ هو انا بنتها؟ ايه هتموتيني؟ هتموتي صاحبتك؟ ما انت عندك حق، اصلا انا فريسه وانت صياده. لا مش هموتك عشان عامله حسابي انه في يوم من الايام كنا اصحاب. بجد شكرا قوي يا اسراء. اقول لك على حاجه، خدي التفاحه دي هتديكي طاقه كبيره جدا في اللعبه. شكرا. تعمل فيا كل ده وفي الاخر تديني تفاحه؟
هما دول الصحاب يا اما بلاش. استني، اوعي تاكلي من التفاحه دي، اوعي تاكلي من التفاحه دي. في ايه؟ التفاح ده مسمم، فريق الفريسه عملوه عشان احنا ناكله ونموت. يا بنت هو انت تعرفي حد من فريق الفريسه؟ لا طبعا ما اعرفش حد، اعرفهم زي دول اعدائنا. امال جبتي التفاحه دي منين؟ دي كانت واقعه هناك كده على الارض، ما تاخد لك واحده. بس تعالي معايا، انا هعرفك على الصيادين كلهم. كلهم؟ هو في حاجه؟ انت مش صياده زينا؟ لا طبعا صياده، انت مش شايف اللون الاحمر ولا ايه؟ يلا بينا اتفضل. اسمي ادم على فكره. تعرف واحده اسمها كارما؟ لا، مين دي؟ واحده كده لو شفتها ابقى موتها. اسراء ده كريم رئيس فريق الصيادين. هاي. ايه ده يا ادم، انت جايب لنا فريسه ولا ايه؟ فريسه ازاي يعني؟ انت مش شايف اللون الاحمر ولا ايه؟ لا دي اسراء صياده معانا. قول له يا عم. اما دول يوسف وسيف معانا برضو في فريق الصيادين. الله، يوسف وسيف انتوا توأم؟ هو انت جايه تهزري؟ لا عادي، انا بسأل بجد. عايزه اقول لكم بقى ان انا بعشق التفاح الاحمر. وانت بقى كنت مختفيه فين؟ ليه ما شفناكيش من اول اللعبه؟ انا كنت تايهه، ولو كنت اعرف ان في حفله صيادين حلوه زي دي كنت جيت من زمان. حفله صيادين؟ ما تتكلمي عدل. في ايه يا كريم؟ انا اسفه، خلاص هسكت خالص. هي دي الخطه يا صيادين، احنا هنتفرق، كل حد فينا هيروح في ناحيه، واي حد هيلاقي فريسه يقتلها فورا، فاهمه ولا ايه؟ لا فاهمه طبعا، اي حد فينا هيلاقي فريسه هيموتها فورا. انا فاهمه كل حاجه. في فريسه هنا؟ في اي فريسه هنا؟ ايه الصوت ده؟ كارما، كده ما كلتيش التفاحه اللي اديتها لك؟ انت بجد تاخدي جايزه اكتر صاحبه خاينه في الحياه. يعني انت ما كفاكيش كل اللي انت عملتيه فيا، كمان عايزه تسمميني؟ ايوه طبعا، انا ممكن اعمل اي حاجه عشان اكسب، وبعدين انا عارفه انك ذكيه واكيد عمرك ما هتاكلي حاجه عدوتك اديتها لك يعني. ايوه طبعا، انا اصلا ما فكرتش اكل التفاحه بتاعتك دي. تم اقصاء 2 فريسه، العدد المتبقي 8 صيادين و4 فريسه. يا لهوي. انتي قلتي ايه؟ بقول يا بختي عشان انا هكسب، عشان انا صياده يا فريسه. طب ايه، مش ناويه تموتيني؟ انتي صياده وانا فريسه، مش عايزه تنتقمي من كل اللي انا عملته فيكي؟ لا طبعا، انا مش زيك يا كارما، مش انا اللي موت واحده في يوم من الايام كانت صاحبتي. ياه سو كيوت يا اسراء. على العموم انا اللي مسؤوله عن الحته دي، تقدري تنامي هنا النهارده، بس من اول بكره تروحي تدوري لك على اي حته تانية تستخبي فيها. يا حرام، لسه غبيه زي ما انتي، هتسيبي عدوتك تعيش تاني؟ لو لقيتك تاني هموتك على فكره. كل التفاحه بقول لك، ابعد عني، الحقونا. طب ما فريق الفريسه طلع قوي اهو، 2 فريسه ماسكين 4 صيادين. لا، ما انتوا هتاكلوا التفاح يعني هتاكلوه. تم اقصاء 4 صيادين، العدد المتبقي 4 صيادين و4 فريسه. في ايه يا جماعه؟ انتوا قاعدين زعلانين كده ليه؟ في ايه؟ هو انت مش حاسه بالمصيبه اللي بتحصل؟ مصيبه؟ احنا عددنا بقى زي عددهم، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. انت اكيد خطتك ان احنا نتفرق كانت غلط من الاول يا كريم، احنا المفروض نفضل دايما مع بعض عشان ما يعرفوش يقدروا علينا. خلاص ماشي، احنا هنفضل مع بعض من دلوقتي. شاطر. هو انت ما شفتيش اي فريسه امبارح يا اسراء؟ فريسه؟ لا انا ما شفتش فريسه، انا ما شفتش حد خالص اصلا. ماشي، يوسف وسيف مع بعض في النص اللي على الشمال، واسراء مع ادم في النص اللي على اليمين. تمام. اسراء، هو انت اشتركتي في اللعبه ليه؟ عشان بحب جو الاكشن والدراما. تعبيط يا ادم؟ عشان الفلوس طبعا. ايوه فاهم، انا اقصد يعني انت محتاجه الفلوس في ايه؟ في شويه ميك اب ولبس نفسي اشتريهم. بجد؟ تعبيط يا ادم؟ ماما محتاجه تعمل عمليه مهمه قوي يا حبيبي. الف سلامه عليها. الله يسلمك. ان شاء الله تكسبي. انت بقى اشتركت في اللعبه ليه؟ عشان ما عنديش حاجه اخسرها، انا اهلي متوفيين وكده كده عايش لوحدي، فقلت اما اجرب. انا اسفه قوي، ربنا يرحمهم. اسراء تعالي هنا حالا. هو في ايه؟ احنا لقينا صاحبتك. مين دي؟ انا اصلا ما اعرفهاش، عمري ما شفتها قبل كده. عمرك ما شفتيني ازاي؟ امال الصور دي لينا مع بعض بتعمل ايه؟ دي صوركم في الجامعه؟ كدابه. لا مش كدابه، دي حتى شافتني مرتين وما رضيتش تموتني. بقى كده؟ لا طبعا، انا اصلا كنت بدور عليها عشان اموتها. طيب حلو قوي، اعملي كده بقى قدامنا كلنا. طيب حاضر، انا بس هاخدها على جنب واموتها. حاضر. تعالي يا كارما. عرفتي منين بقى ان اسمها كارما؟ اسراء، يا اما تموتيها قدامنا كلنا يا اما انت اللي هتموتي. خلاص تمام، هعمل كده. انجزي. حاضر. 3 2 1. يا اما تموتيها قدامنا كلنا يا اما انت اللي هتموتي. خلاص تمام، هعمل كده. انجزي. حاضر. 3 2 1. يا ادم انت موتها ليه؟ اسراء بطيئه قوي، واحنا لازم نخلص من كارما بسرعه قبل ما يهجموا علينا. هعديها لك المره دي، بس المره الجايه اسراء هي اللي لازم تعمل كده. شكرا يا ادم. تم اقصاء 1 فريسه، العدد المتبقي 4 صياد و3 فريسه. فاضل 3 فريسه و4 صيادين، انا لازم الاقي خطه. التفاح، بس هم عارفين انها مسممه ومش هيرضوا ياكلوها طبعا. لقيتها.
انا هعملها عصير واحطها لهم في الميه. اول حاجه نخلص من سيف ويوسف عشان حجمهم كبير وممكن يضربوني. عطشانين؟ معايا عصير. جدا. تاني حاجه اعلي صوتي جدا عشان محدش يسمعهم وهم بيتخانقوا. كريم انت تعرف ان انت اكتر بني ادم دمه تقيل انا شفته في حياتي. وانت ارخم بنت شفتها. وانت اصلا قائد فاشل والسبب ان احنا هنخسر. طب ما انت جبانه وما بتعرفيش تلعبي. وانت اصلا. تم اقصاء 2 صيادين، العدد المتبقي 2 صيادين و3 فريسه. يا لهوي ايه اللي حصل ده؟ حصل امتى؟ يوسف وسيف ماتوا وفي جنبهم ازازه فاضيه، اكيد شربوا ميه مسمومه. محدش يشرب الميه خالص. حاضر. ثانيه واحده، هي ازاي قالت فاضل 2 صيادين واحنا 3؟ انا وانتي وادم. اكيد في حد فينا بيكذب ومغير العلامه بتاعته، واكيد الشخص ده هو اللي سمم يوسف وسيف. هو في حد اصلا ينفع يغير العلامه بتاعته؟ ايوه، واكيد الحد ده انت يا اسراء، عشان كده ما رضيتيش تموتي كارما عشان هي فريسه زيك. وليه ما يكونش انت يا كريم وعامل نفسك قائد عشان تعرف تموتنا براحتك من غير ما نكشفك؟ انا هموتك وهنعرف انت فريسه ولا صياد. لا يا كريم استنى، احنا محتاجينها عشان تساعدنا، ويلا بينا ندور على باقي فريق الفريسه. ماشي، بس هرجع لك. اسراء احنا لازم نتفرق. ادم، كريم لو شافني لوحدي هيموتني. انا للاسف لازم اسيبك دلوقتي، في حاجه مهمه لازم اعملها لوحدي. سيبني براحتك، انت اصلا مش اول حد يعمل كده. هتفهمي كل حاجه بعدين. تم اقصاء 1 فريسه، العدد المتبقي 2 صيادين و2 فريسه. اكيد ادم هو اللي موته. انا لازم استخبى قبل ما ادم يكتشف ان انا فريسه ويموتني. تم اقصاء 1 صياد، العدد المتبقي 1 صياد و2 فريسه. ترى مين اللي فضل؟ ادم ولا كريم؟ مش هتفرق، اهم حاجه دلوقتي ان انا استخبى والاقي الفريسه التانية. اسراء. ادم، اختاري تقابلي نفسك في الماضي ولا في المستقبل؟ لا انا قابلها في المستقبل، على الاقل هعرف انا جبت كام في ثانويه عامه. ايه ده؟ انا فين؟ هاي، بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا مين ايه؟ انا انتي في المستقبل. بتهزري؟ لا بس حلويتي. ما انا خدت بالي. لا ما يغركيش، انا شكلي مبهدل كده بس عشان انا ثانويه عامه وما بقومش من على الكتاب. استني عليا اخلص بس وهبقى قمر. صحيح، ايه الكاميرات دي كلها؟ انا كنت بشتغل شويه. بتشتغلي وفي كاميرات واضاءه. انتي بتقدمي برنامج طبخ. برنامج طبخ؟ انا بشتغل يوتيوب. ايه؟ عارفه اليوتيوب؟ انا بقى بعمل فيديوهات عليه. تمام، احنا شكلنا كده ما جبناش اي درجات في ثانويه عامه. انا هقفل الكتاب بقى وهريح نفسي. لا يا بنتي استني، كملي مذاكره عادي. انت جبتي 98% ودخلتي صيدله. امال شغاله يوتيوبر دي ليه؟ ارحمني يا رب. مش انتي بتحبي التمثيل؟ وبتحبي تجربي حاجات جديده قوي، وبتحبي اللبس والميك اب مع انه مش باين عليكي دلوقتي. برضه. وانتي يوتيوبر بقى تقدري تعملي فيديوهات عن كل الحاجات اللي انتي بتحبيها دي، وده كمان يبقى شغلك. لا ده انتوا الحياه اتغيرت عندكم في المستقبل خالص. طب ما انتي لما تبقي يوتيوبر حياتك انت كمان هتتغير، هتلاقي ناس بتحبك وبتشجعك وتلهمك كمان تعملي فيديوهات جديده. طب والفلوس ايه؟ الفلوس ما تخافيش، يوتيوب منصه مربحه جدا، وكمان تقدري تعملي عليها فيديوهات قصيره وفيديوهات طويله. هي الفيديوهات القصيره كمان بتكسب؟ لما بتكوني في يوتيوب بارتنر بروجرام بتقدري تحققي ربح من اليوتيوب. وعلى فكره يوتيوب شورتس مربحه جدا. حمستيني قوي، يعني انا هخلص ثانويه عامه بجد؟ وعد هتخلصي وهدخل صيدله واجيلك على طول. طب ما ينفعش اشتغل يوتيوبر معاكي من دلوقتي؟ امشي بقى. خلاص كفايه بقى، كفايه. جاري مسح الذاكرة. 3 2 1. ايه ده؟ انا فين؟ وانا ايدي متعوره ليه؟ مين اللي عمل فيا كده؟ وانا ليه مش فاكره حاجه؟ حبيبتي ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ ومين اللي عمل فيكي كده؟ انت كويسه؟ تعالي روحي المستشفى بسرعه. ثانيه واحده. اسراء انا لازم اطمن عليك. ثانيه واحده. اسمي اسراء، انا مش فاكره حاجه. انت اكيد ذكرياتك كلها اتمسحت. انا احمد جوزك. جوزي؟ طب لو جوزي ذكرياتك ما اتمسحتش ازاي؟ مش المفروض ذكرياتنا كلنا بتتمسح؟ ده ذكرياتي ما اتمسحتش المره دي، يمكن يكون حصل حاجه غلط في السيستم. طب بما انك فاكر بقى، مين اللي عمل فيا كده؟ معرفش، انا لسه داخل البيت حالا، يمكن تكوني وقعتي. طب تعالي بس، تعالي نطهر الجرح. ماشي. اسراء بقيتي احسن دلوقتي؟ شكرا. طب بصي، انا عايزك ترتاحي خالص، ما تقلقيش، انا اللي هعمل الاكل. طب انا هدخل اريح شويه. هو عمره ما نسي حاجه؟ انتي بس اللي دايما بتنسي. حبيبتي يلا ناكل، الاكل بقى جاهز خلاص. حاضر، جاي حالا. وعملتلك كمان الشوربه اللي انت بتحبيها. ها ايه رايك؟ حلو قوي، تسلم ايديك. هو الريموت فين؟
ده مش جوزك. انت لازم تلاقي موبايلك. دوري على حاجه يا حبيبتي. لا خالص، انا بس كنت زهقانه شويه فقلت اما اقلب على موبايلي. صحيح انت تعرف فين موبايلي؟ هو انت ما تعرفيش؟ صح، انت نسيتي. في ايه؟ موبايلك بايظ. وبعدين يا اسراء انت اصلا من زمان ما بتحبيش تمسكي الموبايل. هو في حد ما بيحبش يمسك الموبايل؟ انت. طيب يا سيدي اديني موبايلك. وانت ليه يعني عايزه تفتشي في موبايلي؟ افتش؟ انا كنت هقلب في صورنا عادي، مش يمكن افتكرك؟ لا للاسف، ما انت عمرك ما هتفتكري حاجه. وما تقلقينيش عليكي بقى، انا لازم اروح الشغل دلوقتي. طب وانا؟ انت ايه يا اسراء؟ مش فاهم. انا ما عنديش شغل؟ لا ما عندكيش شغل، ما انا ياما قلت لك ان انت لازم تشتغلي وانت دايما كنت بترفضي. انا رفضت ان انا اشتغل؟ يو بقى يا اسراء، انا كده هتاخر على الشغل. يلا سلام سلام. صحيح، اوعي تخرجي، انا عامل انذار على الباب، لو حاولتي تخرجي الانذار هيشتغل وهيلم عليكي الناس كلها. باي يا حبيبتي. ليه؟ اسراء. انت مش كان المفروض تكون في الشغل؟ بس استأذنت بدري النهارده. برضو يا اسراء، برضو ما سمعتيش كلامي ومسكتي الموبايل. طول عمرها دي المشكله ما بيننا، انك ما بتسمعيش الكلام. انت قلت لي ان موبايلي بايظ وطلع شغال اهو. هاتي الموبايل. لا مش هديهولك. هاتي الموبايل قلتلك. انت مين؟ انا بحبك. رد عليا، قول حقيقة يا اما هكلم البوليس. خلصتي؟ موبايلك ما فيهوش بطاريه اصلا. هاتيه. لا مش هديهولك. بقولك هاتيه. بقولك مش هديهولك. مهما بتفقدي الذاكره بتفضلي دايما برضو نفس الشخص. شخصيتك هي اللي مودياكي في داهيه. من قد ايه؟ هو ايه ده اللي من قد ايه؟ قد ايه بتضرب، تحبس، وذاكرتي تتمسح وارجع اتحبس تاني. ياه، تصدقي عمري ما حسبتها. انت بقالك هنا 5 سنين وكل شهر بتفقدي الذاكرة 5 في 12 60 مرة. 60 مرة بتفقدي الذاكرة يا إسراء، ولا مرة اتعلمتي من أخطائك. اتعلم ازاي؟ انا زي ما انت قلت بنسى. صح، عندك حق، عشان كده أنا اللي لازم أخد بالي أكتر. انت مش هتتحركي من هنا غير لما تفقدي الذاكرة تاني. انا لازم اكتب لنفسي حاجات تفكرني هو عمل فيا ايه بعد ما افقد الذاكره. هو عمره ما نسي، انتي بس اللي بتنسي. إسراء، انت بتعملي ايه عندك؟ برسم. طب ما توريني كده بترسمي ايه؟ تاني يا إسراء، تاني يا حبيبتي. طب ادي الورقة بتاعتك اهي. لا ارجوك. قلتلك 100 مرة، انت بقالك هنا 5 سنين وعمرك ما عرفتي تهربي. انسي بقى يا إسراء. عامة انت كده كده هتنسي، كلها 5 دقايق وذاكرتك هتتمسح، وساعتها هنبدأ بداية جديدة. همثل انا بقى ان انا الزوج الجميل وانت زي الهبلة هتصدقي. بس انا مش هنسى المره دي. ياه، تصدقي ان انت بتقولي نفس الكلام كل مرة؟ معلش. اللي بيحصل فيا ده لازم ينتهي. هيجي يوم وهمشي من هنا. انت عمرك ما هتمشي من هنا. جاري مسح الذاكرة خلال 3 2 1. حدث خطأ ما، حدث خطأ ما. انا ما نسيتش، انا فاكره كل حاجه. انا لازم اهرب. لو سمحت، هو انت مين وايه المكان ده؟ انا مش فاكر حاجة خالص. هو انت بتضحكي ليه؟ لو سمحت، انت بتضحكي ليه؟ انا مش فاهم حاجة. هو احنا بنعمل ايه هنا؟ هو انا اعرفك؟ طيب انت تعرفي انا اسمي ايه؟ طب انت مين؟ لعبي لعبة الفوازير مقابل 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ ايوه طبعا. نسيت اقولك، لو خسرتي في اللعبة ايه اللي هيحصل يعني؟ هتخلوني واقفة جنب الحيط وارفع ايدي؟ لا هتموتي. ايه ده؟ طب انا مش عايزه العب اللعبه دي خالص. لا يمكن ايقاف اللعبة. الفزورة الاولى، حاجه مصنوعه من الميه ولو حطيناها في الميه هتموت. ايه دي؟ التلج. اجابة صحيحة. سلام يا ماما، انا رايحة المدرسة. اسراء الحقيني، انا مش عارفة احل الفزورة بتاعتي. حتى انت يا نور لعبت اللعبه؟ قولي الفزوره بتاعتك بسرعه. حاجة ليها 4 رجول وما بتمشيش. الخروف يا اسراء. لا ما تقولش خروف. الكرسي. قول الكرسي. الكرسي. اجابة صحيحة. جماعة انا جالي فزورة. قولها بسرعه. حاجة لا هي انسان ولا حيوان ولا جماد. ايه يعني؟ عفريت؟ عفريت. اجابة خاطئة. الاجابة الصحيحة هي النبات. الفزورة التانية، حاجه قدامي وما بشوفهاش. حاجه قدامي بس ما بشوفهاش. الهوا يا اسراء، اكيد الهوا. يا غبية هتخسريها. المستقبل طبعا، قولي المستقبل بسرعة. اقول ايه؟ لخبطتوني. المستقبل. انتوا بتعاندوا بعض وخلاص. انا لو جاوبت
قرارك يا اسراء، انت اللي المفروض تختاري. لازم تجاوبي دلوقتي. المستقبل. اجابه صحيحه. ماما انا رجعت. اسراء الحقيني، انا جالي فزوره. حتى انت يا ماما عايزه المليون جنيه، قولي لي الفزوره. حاجه لما بتضحكي لها بتضحك لك. صحابنا؟ لا الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه هي المرايه. ماما ماتت يا اسراء. انا اسفه، انا كنت مفكراها الاجابه الصح. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا زهقت بقى من اللعبه دي، يا رب تختفي. اسراء انا جالي فزورة تاني. ايه هي يا نور بسرعه؟ ايه هي الحاجة اللي بتمشي من غير رجلين؟ حاجه بتمشي من غير رجلين؟ مش عارفه، مش عايزه اغلط، انا خايفه اخسرك انت كمان يا نور زي ما خسرت ماما. ارجوك يا اسراء بسرعة الوقت بيخلص. الشبح. ماشي الشبح. لا غلط. الوقت هو اللي بيمشي من غير رجلين. انت متأكدة؟ ايوه الوقت. اجابه صحيحه. انا جالي فزوره، حاجه دايما بتتنطق غلط وانا اعرفها ازاي دي سهلة قوي، الإجابة هي غلط، كلمة غلط دايما بتتنطق غلط. انت عبيط يا نور، اكيد مش هيجيبوا لنا فزوره سهله كده. طب انت عارفة حل تاني؟ لا الاجابه هي غلط. اجابه صحيحه. شاطر يا نور. انا عندي فكره، احنا نسال السيستم فزوره صعبه ولما ما يعرفهاش هيموت نفسه. انا عندي ليكي فزوره. اسالي. فاكهه اول حرف فيها زي اخر حرف. سهله جدا. خوخ. الاجابه غلط، الاجابه الصح هي توت. السيستم خسر، تم ايقاف السيستم. احنا نجحنا يا نور. بنت يا اسراء. ماما خلاص يا عمر، انا اسفه ما تزعلش. هبدل البيست فريند، انا عارفه اعملها كويس. هبدل مع عمر عشان ازرع في دماغه انه بيحبني وانه ملوش غيري. عمر اصحى يا ابني، الساعة بقت 1 الظهر، تعالى ساعدني نصلح الغسالة اللي بايظة دي. يا لهوي انا في جسم عمر بجد. انت زفت. ايوه يا بابا جاي اهو. انت مالك ياض واقف كده ليه؟ اعمل ايه؟ ناولني البنسة. معيش بيتزا، معايا توكه. انت ايه اللي جابها في شعرك دي ياض؟ وبعدين مالك ياض خرع كده ليه؟ ده انا لو جبت اسراء خطيبتك هتساعدني احسن منك. ما اظنش يا بابا. ماما عملتي الغدا؟ انا جعانه قوي. قصدي جعانه قوي. عملتي الغدا؟ عملت لك شوربه الكوارع اللي انت بتحبها. ياكي كوارع؟ هي دي اللي هي. خد ياض هنا ياض، انت مش مريحني من الصبح. هتاكلها يعني هتاكلها. حاضر. يا لهوي محمود صاحبه بيتصل، بس على مين ده؟ انا ممثله. ايوه يا اسطى، عامل ايه يا اسطى؟ ايه يا عمر مالك غريب كده ليه؟ انت فين؟ انا مستنيك في الجيم بقالي نص ساعة. حاضر جاي. نحط بقى ليب جلوس على شفايف عمر الناشفه دي قبل ما ننزل. قمر يا عمر. ايه يا زميلي، عايزين ندمر العضلات. في ايه؟ ايه ده اللي انت حاطه على شفايفك ده؟ ده بنت اختي كانت بتهزر معايا. طب يلا هات الدمبلين ال 50 كيلو دول وتعالى ورايا. 50؟ ده انا وزني كله 50. يا حبيبي يا عمر، ده انت بتتعب قوي. مسج من احمد شغل على ميعادنا الساعة 7 يا بيبي. ملحوظة وحشتني قوي، ملحوظة خد بالك لحسن خطيبتك الزنانة تاخد بالها. ده انت ليلتك مش معدية يا عمر. يعني عمر خطيبي اللي انا كنت مفكرة ان كل البنات اخواته طلع بيخوني. لا انا مش هسكت، لازم اعمل حاجة. انا مش قادرة اقعد في جسم الخاين ده اكتر من كده. ولا لا مش هبدل، وانا عارفة هاخد حقي منه ازاي. هحط له روج احمر. وريني هتعرف بنات تاني ازاي يا عمر. بابي انا نازل الجامعة، تشاو. ايه ياض اللي انت حاطه في وشك ده؟ ابني باظ يا جدعان. امشي ياض من هنا، مالكش بيات في البيت تاني. كده بوظت علاقته بالبنات وبباباه، فضل صحابه. الو. ايوه يا عمر. ايوه يا محمود، انتوا فين؟ احنا على القهوة. طيب انا جايه حالا، اطلب لي موكا فرابتشينو على ماجي. هاي جايز. ايه ده يا عمر، انت حاطط مكياج؟ اصل الجمال عدى الكلام. لا ده انت بقيت غريب قوي يا عمر. يلا بينا يا جماعة نمشي، لما تتظبط تبقى كلمنا، ولا اقول لك ما تكلمناش خالص. كله يبص في ورقته. ده الامتحان اللي عمر قال عليه مهم قوي عشان المنحه بتاعته. ايه ما سقطتك يا عمر، هكتب كل الاجابات سبونج بوب. وريني بقى هتنجح ازاي. طب والله يا قمر يا عمر. ايه ده انا بتصل؟ ده اللي هو عمر. الو. ايوه يا اسراء، انا عارف ان انت جوه جسمي وعارف انت عملتي ايه كويس، بس انت نسيتي حاجه مهمه قوي. ما فكرتيش جسمك فين معايا؟ طب عمر انا كان عندي امتحان مهم قوي اول امبارح، ذاكرت له. بعد ما خليتيني اشيل اهم ماده في السنه عايزاني اذاكر لك لامتحانك؟ ده انا ما سقطتش فيه، بس ده انا سقطت في ال3 اللي قبليه. لا يا عمر ارجوك. طب عمر عملت حاجه تاني؟ عملت حاجات. اسراء اول لما بتصحى بتلايط وشها بالكريمات دي. انا ماليش في ضيق التنفس ده، انا هقوم احلق دقني وشين وانزل. بس خلاص ما تكملش، انا مش هقدر اشوف منظر وشي بعد اللي انت عملته. ايه الهدوم دي كلها؟ كتير قوي عليها لوحدها، احنا نديهم لبنت عمتها اللي ما بتحبهاش. اوعى تكون اديت الفستان البنك لحد. اديته لعمتك نفسها.
انت كده خدت حقك مني. كل واحد بقى يرجع جسمه وما نعرفش بعض تاني ابدا. انا كمان بقول كده برضو. الحمد لله. اما الحق اصلح اللي عمر بوظه. هو بيتصل ليه تاني ده؟ ايه يا عمر، احنا مش قلنا مش هنتكلم تاني؟ انا بس كنت نسيت اقول لك ان انا وعدت مامتك ان انت هتغسلي المواعين وتعملي الغدا لمده 20 سنه. الجزء الأول من تحويل أول شقة ليا في دبي لهوم، مكان أحس فيه إنه بيت دافي. الموضوع ما كانش رومانسي خالص في الحقيقة. بدأت أول حاجة بالصالون وما كنتش عارفة أعمل فيه إيه. هو مساحته مش كبيرة وأنا محتاجة أحط فيه كل حاجة، بس أهم حاجة بالنسبة لي كانت الكنبة. كنت محتارة بين كذا حاجة وبعدين اخترت دي. عارفة إن أنتوا هتقولوا لي بيضة يا إسراء، كنبة بيضة دي هتتوسخ من أقل حاجة. هنضفها، تتوسخ وهنضفها، أنا عايزاها بيضة. تاني أهم حاجة بقى كانت التلفزيون. كواحدة بتقضي وقت طويل جدا في حياتها بتتفرج على التلفزيون، كان لازم الجزء بتاع التلفزيون يكون عظيم، يكون فظيع، يكون خيالي. ما طلعش خيالي، سوري. اضطرينا لمدة 3 أيام نتفرج على التلفزيون وهو بالشكل ده، والبيت كان بالشكل ده، لحد ما اخيرا باقي العفش وصل. ما كانش فاضل لي حاجات كتير، هو بس ترابيزه الكنبه، السفره، ترابيزه التلفزيون والجزامه. عايزه اقول لكم ان الجزء ده كان عذاب، بس نجحنا في الاخر. وهي دي كانت النتيجه. الصالون لسه معصبني، كل الاماكن دي فاضيه وشكلها مش حلو. هنزل تاني، هدور تاني. جات لي فكره، حطيت على اليمين زرعه وعلى الشمال لانتر. ايوه كده المنظر ظبط. وبعد وقت طويل ومجهود اطول، هو ده شكل الصالون الدافي من وجهة نظري. قطع العفش بسيطة ومناسبة للمساحة الموجودة، الالوان كلها لايقة مع بعض ومديه فايبس حلوة للبيت، الديكور بسيط بس مخلي البيت دافي. ودلوقتي هفتح المجال لاقتراحاتكم لو في اي حاجة حاسين ان احنا ممكن نغيرها، بس من غير ما اتحرك من مكاني بعد اذنكم.